رايان مينديز الخبره امامنا اهو. 16 هدف مع المنتخب، هو الهداف، و73 لقاء. خطيره الكره العرضيه، وادي الراسيه خطره جدا 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 جدا، خطره جدا. روي فيتوريا ليس راضيا عن هذه الكره، الاخطاء تتكرر ويسجل جيلسون تافاريش. امامنا لاعب بنفيك كان من اللاعب كيني روشا. ادي الكره اتقطعت، وادي استلام من القائد رايان. امامنا اهو مره الكره الى كيني روشا اللي عمل عرضيه ثم راسيه بين رايان، ومره ثانيه جيلسون استلمنا ويسجل جيلسون هدف التقدم لمنتخب الراس الاخضر. هدف لجيلسون قوي 27%. ركنيه ثالثه لمنتخب مصر. حجازي متقدم، ترجع مره ثانيه الى تريزيجيه لحجازي، استلام على طول تريزيجيه، جول. حلوه حلوه يا تريزيجيه، حلوه يا ولد يا تريزيجيه، رائع. تريزيجيه 16 هدف، 16 هدف مع المنتخب المصري. سجل في 2019 في مرمى زيمبابوي، وسجل مقطوعه الكره من عبد المنعم، ترجع مره ثانيه محمد حمدي، حجازي مروان عطيه، تمريره اماميه، التحرك المره دي بالتريزيجيه. الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع، اماميه مصطفى استلم، مصطفى هي مصطفى انا بحبك يا مصطفى. الله قدرش. هدف التقدم يا ولد يا تريزيجيه. لسه بقول مصطفى، لكن المره دي ايه؟ المره دي مصطفى ايه؟ روعه الروعه يا مصطفى. بص الاماميه، وبص الاستلام، وبص الكوره من فوق راس حارس المرمى. عالمي يا ابني، عالمي. هدف والفرحه الكبيره امامنا هنا في وقت قاتل في الروح العاليه والاسترسال، لان الغايه هي اللي طبعا وضعت اللاعبين النهارده في هذه المسؤوليه. الغايه اسعاد الجماهير. هجمه لمنتخب الراس الاخضر الخطير، منتخب كاب فيردي. الكرات الخطيره، سيميدو خطير. التصدي المره دي، ودي امامنا هنا فرصه. بص امامنا هنا بقى سهوله التسجيل في المنتخب المصري، سهوله التسجيل بعد ما قمنا 2-1 والثلاث نقاط والخمس نقاط. بص الكره العرضيه ترتد، وادي البديل براين تيشيرا اللي بيسجل في مرمى المنتخب المصري عشان تبقى النتيجه 2-2. تيشيرا بيسجل. أتمنى دعمكم للقناة وشكرا على المشاهدة.